السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل صوص الشوكولات الاقتصادي بطريقة سهلة وبمقادير متوفرة في كل بيت. يلا مع بعض نشوف هنعمل صوص الشوكولات النهاردة ازاي. ده صوص الشوكولات اللي انا عملته في البيت زي ما انتم شايفين، قوامه جميل جدا جدا، شايفين لمعته وشايفين قوامه حلو قوي قوي قوي، هيعجبكم. انا ده معتمداه بقالي سنين بصراحة، بعمله بالطريقة دي وبالمقادير دي، جميل جدا جدا وبستخدمه في كل حاجة. بزوق بيه التورتات، بحطه في الجاتو شاتو، بزوق بيه الجاتوهات، بحطه على السينابون. بستخدمه بصوا في كل حاجة، كل حاجة بعوز فيها صوص شوكولات بعمله بنفس الطريقة ديت. صدقيني مش هتلاقي طريقة احلى من دي ولا مقادير مظبوطة زي ديت. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، هيكون بسيط وسهل ومقادير زي ما قلت لكم متوفرة في كل بيت. يلا نشوف مقاديره ونشوف طريقتنا. دي يا حبايبي المقادير اللي هنعمل بيها صوص الشوكولات الاقتصادي النهارده. هيبقى كلها مقادير زي بعض. معايا كوبايه سكر، ممكن حبيبات ولو عندك ناعم يبقى احسن، بس انا مش متوفر عندي ناعم. معايا نص كوبايه كاكاو، نص كوبايه لبن بودر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن حليب. كل حاجة هتبقى قد بعض، المقادير قد بعض. وكمان لو عندك اي نوع نوتيلا يا ريت يعني يبقى في الوصفة حلوة قوي. انا هاخد معلقة من نوتيلا سما، هي عندي على طول بستخدمها. لو انت مش عندك ممكن تحطي مكعب شوكولاتة او مكعبين شوكولاتة من اي نوع شوكولاتة متوفرة عندك ان شاء الله. ممكن شوكولاتاية من ام 2 جنيه خلاص، تحطيها كده تسيحيها وتحطيها في قلب الصوص الشوكليت ده، هيديكي طعم شوكليت طبيعي رهيبة رهيبة رهيبة. جربوها وتحدي. اول حاجه بقى هنعملها، هنجيب الخلاط، هنحط فيه كل المقادير اللي عندنا ديت اللي احنا قلناها، اللي هي نص كوبايه السكر على نص كوبايه الكاكاو. ويا ريت يا حبايبي يكون الكاكاو نوع نضيف. انا بجيب دايما الكاكاو الاسباني، نوعه طبعا انضف حاجه موجوده في السوق كله هو الكاكاو الاسباني. عايزه اقول لكم بيديكي لون رهيب للصوص الشوكليت اكنه شوكليت طبيعي. الطعم رهيب جدا، حلو قوي قوي قوي. هنحط بقى كل المقادير على بعض زي ما انتم شايفين كده، وهنحط طبعا لبن البودر ولبن الحليب والزيت، وهنحط بقى زي ما قلت لكم معلقه النوتيلا اللي ممكن تستغني عنها، وممكن تحطي زي ما قلت لك مكعبين شوكولات اي نوع عندك، او ممكن الشوكولاتيه اللي هي 2 جنيه الرفيعه دي. المهم ان اي مكعب عندك صدقيني هيدي طعم حلو قوي في الصوص برضو، يعني يخليهولك كده غني ويديكي ميكس جميل جدا. هتحسي ان انت بتاكلي صوص شوكولات انت مسيحاه، مش شوكولاته انت عاملاها. هنضرب بقى كل المقادير ديت في الخلاط، هنضربها طبعا ضرب كويس قوي لان انا حاطه سكر حبيبات، ما عنديش سكر ناعم متوفر دلوقتي، فطبعا هضربها ضرب جامد جدا عشان السكر يدوب جامد في الصوص ما تحسيش بيه ويديكي طعم الشوكولات الطبيعي زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعها وبصوا اللمعه عامله ازاي بتاع الصوص، جميل جدا جدا. والله انا معتمده بقى له سنين بصراحه، حلو قوي قوي قوي. وان شاء الله تجربوه وهتقولوا لي في الكومنتات رايكم فيه ايه. طبعا القوام لو انت حابه ان انت تخففيه شويه، طبعا انت عارفه بشويه لبن صغيرين تقدري تخففيه وتخليه القوام حسب ما انت عاوزه، حسب رغبتك. شايفين شكله؟ شايفين؟ رهيب رهيب رهيب. ان شاء الله اللي هيعمله بطريقتي وبمقاديري هيدعيلي وباذن الله هيعتمدوا، مش هيعملوا غير بالطريقه ديت على طول. وصدقوني موفر جدا جدا، وهتزيني بيه كل حاجه، وهتلاقيه مش مكلف خالص خالص، وهيديكي طعم شوكليت جميله جدا، بالذات كمان في التورتات والجاتوهات. هتحسي ان انت بتاكلي احلى جاتو زي بتاع بره بالظبط، نفس الطعم، مش هتحسي باي فرق في الشوكليت اللي انت هتزيني بيه الجاتو او التورتات، مش هتحسيها، هتلاقيه بالظبط زي بتاع بره. طبعا بقى عندك برطمان ازازه تحطي فيه، عندك اي حاجه. انا عندي العلب دي بتاعه الكاتشب او بتاعه صوصات الشوكولاتات، بتجيبيها طبعا من محل مستلزمات الحلويات، بس طبعا بتعمليها لو هتحطي فيها شوكليت ما تحطيش فيها حاجه غير الشوكليت
زي ما انتوا شايفين انا فضيتها اهي في العلبه. شايفين ما شاء الله ادتني كميه قد ايه. طبعا لسه كمان اللي في الطبق دي لما افضيها يعني الكميه اللي عملتها ما شاء الله. شايفين مليت لي العلبه كلها، يعني تقدر تزين لي ممكن تورته. طبعا قوام رهيب ولمعة جميلة جدا جدا، وطعم بقى مش عايزة اقول لكم مفيش اروع من كده. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله. ما تنسوش بقى ان عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات فري.